اهلا وسهلا. في الفيديو ده هقول لك شويه علامات لو ظهرت على المدرب اللي انت بتتمرن معاه تعرف ان ده مش مدرب اصلا، وده لازم تسيبه وتمشي. اول علامه معانا لو انت ست ورحت للتمرين وجاك الكوتش اللي في الجيم قال لك لا ما ينفعش تشيلي اوزان عشان ما يطلعلكيش عضلات زي الرجاله، ده اصلا يبقى معتبر مش مدرب ولا حاجه. وده سبب بسيط جدا، العضلات موجوده عند الرجاله وعند الستات بس تختلف الكتله والحجم. ده بسبب هرمونات كتيره جدا بس ابرزهم هرمون التستيرون الموجود بنسب عاليه عند الرجاله فبيكسبوا الكتله العضليه عاليه. اما نقطه العضلات ما ينفعش تطلع عند الستات، هي اوريدي الستات عندها عضلات وهي اللي تحرك جسمها كله، هي لو ما عندهاش عضلات اصلا مش هتعرف تتحرك من مكانها. تاني نقطة معانا، انت لو اتمرنت برجولة يا بطل وفي الاخر قلت للكابتن انا مش حاسس بالتمرين فقال لك جملتهم الشهيرة لو ما تحسيتش بالألم فما اتمرنتش. الجملة دي غلط تماما. في النقطة دي هضربها لك مثل بسيط جدا، لو انت بتلعب بابجي 4 صوابع وجيت غيرت الماسكة ابتديت تلعب 6 صوابع، فالفكرة انت في اول اسبوعين مش هتبقى ايدك متأقلمة على الوضع الجديد، بس مع الوقت الدنيا هتتظبط وكل حاجة هتبقى تمام. نفس الفكرة في التمرين، لو انت بتتمرن اسبوع التاني هتيجي في التالت او الرابع على حسب برضه طبيعة جسمك هيتكيف على التمرين. اي نعم انت هتاخد استفادة بس مش هتحس بألم. تالت نقطة معانا وهي ما تتمرنش على الأجهزة. أول حاجة مفيش حاجة اسمها ما تتمرنش على الأجهزة، الأجهزة ليها مدى حركي للأمان، والتمرين الحر برضو ليه مدى حركي. طب بمعنى إيه؟ طبعا في دراسة بتقول الأوزان الحرة مفيدة أكتر من المكن، بس أنت برضو لازم توزع تمرينك ما بين الأوزان الحرة وما بين المكن عشان تاخد أقصى استفادة. رابع علامة معانا المدرب اللي بيدرب بشكل ثابت وشكل غير ثابت. بشكل ثابت إن هو مثلا يديك تمرين بوش بول ليج وتفضل ماشي معاه 5 6 7 8 شهور. اما الشكل غير ثابت فهو ممكن يديك تمرين بوش بول ليج في اسبوع، الاسبوع اللي بعده ابر ولور، بعد كده فول بادي. طبعا انت مفيش اي استفاده بتحصل لك بسبب ان الجسم ما بياخدش اقصى استفادته من التمرين، فده نوعين خلي بالك منهم. خامس مدرب اللي يقول لك انا معايا افخم نظام غذائي واللي خسس زمايلك كلهم، والكلام ده غلط. اول حاجه النظام الغذائي ممكن يكون جاب معاهم نتيجه بالصدفه يا عم، بس اول حاجه مفيش نظام غذائي بيمشي على كل الناس بسبب طبيعه الجسم، بسبب الحرق، بسبب كل حاجه في الجسم. تالت نوع معانا الكابتن اللي انت تبقى داخل له جديد وهو عارف اللي انت داخل له جديد ويقول لك التمرينات وهو قاعد ما يقومش يوريها لك. اخر نوع معانا يا بطل الكابتن اللي يقول لك اعتمد على المكملات الغذائيه، او الاوحش منه يقول لك اشتري من عندي مكملات، او الاوحش يقول لك خد هرمون. بس كده يا بطل، دي العلامات الاشهر موجوده في جيمات مصر، واتمنى اكون فدتك بالمعلومات اللي عندي. متنساش تعمل لي لايك وفولو عشان تتابع كل فيديوهاتي.